السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. أعداء الله عليكم وعلينا بخير إن شاء الله. النهاردة هعمل لكم فولية إن شاء الله زي ما انتم شايفين شكلها كده بمنتهى السهولة، ما تاخدش 5 دقايق. أنا عندي هنا نص كيلو فول سوداني من المقلة، رشيت عليه رشة ملح وحطيته في الفرن. أول ما خد يا دوبك بس سخن كده، رحت حطاه في قلب حاجة واسعة، وهنا صاج دهنته زيت بالفرشة، وهنا حطيته على البوتاجاز وحطيته برضو يدفى تاني مع الحاجة اللي انا حطيته فيها الألمونيا دي. بعد كده هننزل عليه بعسل نحل، ادي معلقة، وهننزل بمعلقة كمان ونقلب. انت هنا عندك هي تبقى ميزان، لازم كل سوداني يتغلب بالعسل زي ما انت شايفة كده، ولو احتاج تاني تحطي مفيش مشكلة. انا هنا شايفة انه عايز معلقة كمان، رحت حاطة برضو في الاخر في برضو معلقة تانية تتحط، يبقوا 4 معالق. يبقى احنا نص كيلو فول سوداني خد معانا 4 معالق عسل نحل. واحنا كده بنقلبه على البوتاجاز، نفضل نقلبه كده لحد ما يسخن ونلاقي العسل كده كأنه بيغلي. يعني هوريهولكوا ازاي، هوريلكوا دلوقتي ازاي بيغلي. طول ما هو على البوتاجاز بتفضلي تقلبي. انا هنا لقيته محتاج معلقة، رحت حاطة معلقة عسل، يبقى كده خد 4 معالق عسل. نص كيلو فول سوداني خد 4 معالق عسل نحل. هنقلب برضو هو على البوتاجاز كده، زي ما انتم شايفين. نخليه يتغلف كله بالعسل. بصوا هنا ازاي بيغلي، بصوا ادي العسل اهو بيغلي، شايفين. نقلب كمان تقلبتين كده بمعلقة. انا غيرت المعلقة خليتها خشب عشان تستحمل لانه بيجمد معاكي وانت بتقلبي، بيجمد معاكي. خلاص كده بعد ما غلي كام غلوة كده وقلبته، اطفي عليه النار واصبه في الصاج اللي انا دهناه بالزيت. في الوقت ده لازم نبقى بسرعة عشان ما يمسكش معاكي السوداني، عشان لو نشف مش هتعرفي تعملي فيه حاجة. احنا هنفرده هنا في الصاج زي ما انتم شايفين كده. انا هنا بليت ايدي، اللي جوانتي بليته بالزيت. عايزة تفرشي كيس وتدهنيه بالزيت مفيش مشكلة. انا عشان لابسة جوانتي رحت عاملاه زيت، دهناه زيت وفردت كده السوداني بالسمك اللي انا عايزاه. براحتك انت بقى، عايزة تعمليه كور، عايزة تعمليه اتخن من كده براحتك مفيش مشكلة، دي اذواق. انا بالنسبة لي كده السمك ده حلو قوي. وطيته كده واسويه، لازم يبقى قد بعضه زي ما انت شايفة كده. هجيب سكينة ويدوبك بس هنعلم على المقاسات اللي انت عايزاها براحتك. اي مقاسات بقى انت عايزاها رفيعة، عايزاها طويلة، براحتك مفيش مشكلة. بس اهم حاجة في المرحلة دي تعلميها عشان لما ينشف تعرفي تكسري من بعضه. انا هنا مشيت عليها كده بالسكينة
بالطول، وهاخد واحدة بالعرض كده على مقاس القطعة اللي انا عاوزاها. طبعا كل واحد وراحته زي ما انت عايزة بالتقطيع اللي تعجبك. هنسيبه ان شاء الله بالساق كده لحد ما ينشف زي ما انت شايفه كده. بصي العلامات مفرغه اهي. بعد ما نشف رشيته في الطبق. بس متماسك ازاي وتحفه، وجربيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.